ركز معايا واسمع الكلمتين دول كويس. مفيش حد هيبقى قلبه عليك اكتر من نفسك. مش كل الناس تقول عليها صحابك، ومش كل القرايب تقول عليهم سند. لان لما تقع في ازمة وشدة هتلاقي ناس وقفوا جنبك غير الناس اللي انت كنت بتتخيل ان هم عمرهم ما يتخلوا عنك، واللي انت طول عمرك بتقول عليهم سند. واعرف ان الارقام اللي على موبايلك دي كلها مجرد ارقام، إنما سبب نجاحك هو شغلك اللي هيعليك. حب الناس هي اللي هتنجحك بعد ربنا طبعا سبحان الله وتعالى بفضله وكرمه عليك. اوعى تفتكر ان الناس بتنفع حد، وما تشتكيش غير ربنا، لان الشكوى لله مذلة. ربنا هو اللي هيقف معاك وهو هيسندك. اهم حاجة يكون عندك يقين بيه، تصلي وتدعي ربنا سبحان الله وتعالى من كل قلبك ان يسندك وما يشمتش حد فيك ويرزقك. وطول ما انت نيتك خالصة لوجه الله، ربنا سبحان الله وتعالى هيقف جنبك وهيديك على قد نيتك. وعلى نياتكم ترزقون. وابعد عن القرايب، لان القرايب معظمهم عمرهم ما كانوا سند. ولما تيجي تعمل مشروع، اللي هينجحك هي الناس الغريبة، واللي هيدعمك الناس الغريبة. قرايبك هيستخسروا حتى يعملوا فيك لايك. لو قرايبك بيشتروا الحاجة من بره ب200 جنيه وانت بتبيعها ب100، هيروحوا يشتروها من بره ب200 جنيه، وعمرهم ما هيشتروها منك ب100 جنيه ولا هينفعوك، عشان في يوم من الأيام ما تكونش أحسن منهم. وتعلم تقفل بابك عليك، وما تقفش مع حد وتفرط في الجدعنة. ما بقولش ان انت ما تفرطش عن حد، يعني ما تقفش جنب حد، لا، بس لو عملت حاجة اعملها لوجه الله. لان احنا بقينا في زمن الناس لا بتصون العشرة ولا بتصون العيش والملح، وبالجار ما بقاش الجار ما بقاش قبل الدار زي ما بيقولوها. محدش عاد زي زمان، الناس بتتغير. ولو قلت لحد انا عملت لك وعملت لك، اول كلمة هيرد عليك ويقول لك احنا ما طلبناش منك تعمل لنا حاجة، محدش ضربك على ايدك. فلما تيجي تدي ما تديش قوي. الناس اللي تكسل تمشي عشانك شارع، ما تمشيش عشانها حتى محطة. وما تبالغش في حبك وفي مكانتك للناس، وتحط أشخاص في مكانة عمرهم ما كانوا يستحقوها. وما تشكرش قوي في اللي قدامك، لأن بأمانة أي بني آدم بتشكر فيه هو اللي بيطلع منه كل وحش. اعتمد على ربنا سبحان الله وتعالى، ثم نفسك، ثم دعائك لله. ما تتعشمش في حد زيادة عن اللزوم، عشان محدش يغزلك وترجع تتعب نفسك وقلبك. خدت تجربة اتعلمتها مؤخرا، وهقول لكم انا اتعلمت ايه، والله بجد وعن يقين الكلام ده. اتعلمت ان انا اسند نفسي بنفسي، لان اللهم لك الحمد الازمات اللي ربنا بيحطك فيها اوعى تفتكر ان هي بتبقى وحشة. احنا ساعات بنعترض على قضاء الله، وساعات بنقول ليه يا رب كده سبحان الله وتعالى، ولكن بيبقى ربنا هو اللي رايد لنا الخير، بيحطنا في شدة عشان نشوف مين هيقف جنبنا، مين اللي هيدعمنا، مين اللي هيسأل علينا. وكل ما هتقوم من شدة، وكل ما هتقوم من ابتلاء، هتبص للناس اللي حواليك بصة تانية خالص. هتعرف ساعتها اللي ينفع ان انت تقدره وترفع تليفونك عليه، وهتعرف برضو ساعتها مين اللي هتستبعده عن دايرة حياتك، ومين اللي هتعامله من بعيد لبعيد. تعلم تسند نفسك بنفسك، تعلم ان انت ما تقطعش الصلاة، ان انت تدعي ربنا بيقين، وما تتعشمش وتفتكر الناس اللي حواليك هتسندك، او الناس اللي انت مسجل ارقامهم على موبايلك هينفعوك. اللي هينفعك هو شغلك، وحب الناس ليك، وسندة ربنا ليك بعد ربنا سبحان الله وتعالى. وعمر ما كانت بتيجي بالفهلوة ولا بتيجي بذكاء من حد. لو ربنا هيحطك في مكان كويس فهو هيحطك عشان خاطر هو عاوز يحطك ويرزقك. مفيش حد احسن من حد، ودايما ربنا سبحان الله وتعالى بيعوضنا، بس احنا بنستعجل على عوض ربنا. ارضى باللي ربنا قسمه ليك، ان شاء الله كل ما رضيت، ان شاء الله كل ما ربنا سبحان الله وتعالى رضاك وكفاك وغناك وكرمك من فضله. اهم حاجة تكون بتتقي الله،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يضاعف لمن يشاء. وخلي بالك من صحابك، واوعى تدي ودنك للناس اللي هتجيبك ورا وتقعد تنتقد فيك. اوعى، خليك دايما عندك يقين بنفسك وثقة بالله، وابعد عن اللي بيقلل منك وبيكسر طموحك، عشان ده ممكن يوقعك ويجيبك سابع أرض. بحبكم في الله يا أحلى متابعين في الدنيا. محدش بيتعلم ببلاش، دفعنا كتير أوي من عمرنا ومن صحتنا ومن طاقتنا عشان نتعلم. بحبكم في الله، وهيفضل احلى طبق رز بملوخيه هو المفضل ليا، والحله الالمونيا هي احلى حله بيطلع منها اجمل طبخه مهما كبرنا وعدى العمر بينا. بحبكم في الله. كنتم مع شيف هدير. ما تنسوش المتابعه والاشتراك لصفحاتي.